بسم الله. وبنقول بسم الله. بسم الله. شوفوا شلون القطعة عم ترقص رقص. شايفين كيف وش فورا بلش يكرنش؟ يا سلام، هذا هو السر لكرنشة الوش تبع الهيطلية. افتحوا لي تمكم. هي وحدة مسقسة بالقطر سقسقة. متابعينا الأكابر جدا، كيفكم؟ طمنوني عنكم، إن شاء الله تكونوا بصحة وخير وحب يا رب. اليوم أكلتنا خفيفة ونظيفة وأكلة كتير قديمة وكتير بسيطة. كان ستة وستة تساوي لنا إياها، بس للأمانة أنا ما لحقت ستي فما كانت تساوي لي إياها. كان في عندي خالي من خالاتي تعمل لي هالأكلة كل ما أروح لعندها لاقيها مساوي منها. أكلة كتير طيبة وكتير بسيطة وكتير سهلة. هلا حنساويها مع بعض، اللي هي الهيطلية، أو في ناس عندنا بيقولوا الهيلطية. إلى اسمين، هيطلية أو هيلطية، أكيد ما حنختلف على الاسم. وهي الأكلة يا أكابر في مدينة بسوريا مشهورة فيها، اللي بيعرفها يكتب لي إياها بالتعليقات وخلونا نبلش بالوصفة تبعنا. أول شيء يا أكابر بنجيب طنجرة وبننزل عليها كيلين حليب كامل الدسم، أو أنتم الكمية اللي بتختاروها، ونقول بسم الله. وهلا بنحطها على الغاز وبنشعل عليه. للكيلين حليب بدي 10 معالق نشا، لكل كيلو 5 معالق. طبعا اياهم مقمعين، حنزلهم فورا على البارد قبل ما يسخن الحليب. 2 3. وهلا بننزل ظرف فانيليا وبنستمر بالتحريك لحتى يتقل عنا القوام تبع الحليب. وهلا يا اكابر بلش الحليب تبعنا مثل ما شايفين قوام عندي يتقل، شايفين كيف؟ هلا بنوص عليه وبتركه لحتى يشوط شوي. طيابة الأكلة إنه تشوط الحليب فيها. بسم الله. وهلا حنفضيهم بالجاط. وهي عندي الجاط الثاني. هلا حتركهم بس لحتى يصير لهم وش شغلة 5 10 دقائق، وبعدين بدي انزل عليهم بالمي الباردة. بنجيب كفكير، لأنه إذا بننزل بالمي فورا فوقها بينضرب الوش تبعه وبتنزل المي لقلبها. هيك بسم الله بننزل المي على مهل. هيك هلا بينقز الوش تبعها وبكرنش. إذا ملاحظين معي بلش وشها يكرنش. شايفين كيف وشها فورا بلش يكرنش؟ يا سلام، هذا هو السر لكرنشة الوش تبع الهيطلية. هلا حننزل على الجاط الثاني. بسم الله. وهي الجاط الثاني مثل ما شايفين كمان وشه فورا كرنش. هيك بيكون وش الهيطلية تبعنا المضبوطة. وهلا يا أكابر أقل شيء بترك الجاطين تبعاتي ساعتين زمان، حطهم بالبراد مثل ما هن، هي والمي عليهم، ما بقيم المي أبدا. حتى وقت بدي أقطعهم بتكون المي موجودة عليهم. شوفكم وقت التقطيع. وهلا يا أكابر بعد 5 6 ساعات تركتهم بالبراد، هلا طلعتهم وحنقطعهم قدامكم، حورجيكم كيف صارت الهيطلية تبعنا. طبعا يا أكابر هي المي بتضل بقلبها. بسم الله.
شايفين كيف؟ بسم الله. وهلا حنقيم قطع قدامكم. يا سلام. وهي قمنا قطعة مثل ما شايفينها كامشة بإيدي. هلا بقطعها قطع صغيرة. بسم الله. شوفوا لي كيف الهيطلية عم ترقص رقص، شايفين كيف المربعات؟ طبعا انا يا كابر حقدمكم اياها باسهل وابسط طريقة من غير تكلفة، يعني مثل ما كانوا يقدموا لنا اياها القدام من زمان بالشام قبل ما تصير عليها الاضافات اللي صاروا يضيفوها مع مرور الوقت. كانوا يحطوا عسل ويذوبوه بمي وينزلوه فوق الهيطلية، يحلوها الهيطلية بعسل مذوب بالمي، يخفف بالمي ويحلوها. نحن حنحليها بقطر. بسم الله. طبعا اختصارا الوقت سويت القطر كاستين سكر وكاسة مي، يعني شغل القطر صارت كتير سهلة وما بدها، ما في داعي نسوي الفيديو عليها. وبتجيبوا إذا بتحبوا اختيارية أصنص الماء زهر، أصنص الماء زهر أو روح الماء زهر، يلي بحب هي النكهة. هي النكهة كتير بتعطيها طعمة طيبة. وين بنحط؟ بننزل فوق القطر. طبعا هذا أصنص، اثنين قطين ثلاثة بكون القطر عنا صار ماء زهر. بنجيب معلقة بنحركهم. يا عيني على ريحة الماء زهر. نقول بسم الله وبننزل القطر اللي نكهناه بالماء زهر. بسم الله يا عيني. وبنرش رشة الفستق عليها يا عيني. وهيك بتكون جاهزة. وبنقول بسم الله. بسم الله. شوفوا شلون القطعة عم ترقص رقص. يا عيني على طعمة أيام زمان. بسم الله. هي وحدة مسقسة بالقطر سقسقة. هي الطريقة المضبوطة. وأنا من عندي رح أضيف عليها شغلة كمان بنصحكم تجربوها، اللي هي جوز هند. هنعمل لها رشة جوز هند مع الفستق الحلبي مع القطر، بتطلع شغلة كتير كتير فخامة. نضيف كمان قطر عليها. كل ما كانت مسقسة بالقطر كل ما كانت أطيب. طبعا مثل ما قلت لكم فيكم تحلوها بالعسل، بس بدكم تخففوه بمي نفس أيام زمان. بسم الله. شايفين القطعة ما أحلاها؟ يا عيني بتطلع الزلط. وهلا يا اكابر اذا عجبتكم الطريقه وعجبكم الفيديو لا تنسوا تحطوا لنا لايك، اشتركوا بالقناه، واللي ما فعل زر الجرس يفعله مشان يصلوا كل فيديو جديد بنساويه. وان شاء الله الف صحه وهنا على قلبكم وقلبي انا. السلام عليكم.